السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده يا بنات جايلكم فيديو بقى من العيار التقيل. هنعمل النهارده الجبنة القريش، وهنطلع منها كمية السمنة او كمية القشطة بتاعتها، وهنحسب كمان الكام كيلو بيطلعوا قد ايه، وهنحسب بالفلوس، وكمان هنحسب الكيلو الحليب بايه. اول حاجة كده هنحتاج الحليب بتاعنا او اللبن بتاعنا يكون كامل الدسم. يعني ايه يكون كامل الدسم؟ يعني مش معلب، يكون كامل الدسم من عند اي حد فلاح او اي حد لبان، اللي هو اللبن الفرط، يعني اللي بيجي من عند الفلاحين على طول على اللبان، او لو انت في بلد فلاحين هتعرفي تشتريه من عند اي حد فلاح، يعني موجود عنده الخير يعني. تمام. اهم حاجة يكون اللبن بتاعك كامل الدسم. ما ينفعش بقى تجيبي لبن معلب يعني وتروبيه ان هو يطلع منه السمنة او القشطة بتاعته. تمام. تاني خطوة، عندك يا اما برام زي ده، او طاجن اللي هو الفخار زي ده برضو، بس بيبقى خشن من بره ومن جوه، او بولة بلاستيك على حسب الكمية اللي عندك. انا النهارده هستخدم معاكم البولة البلاستيك، لان ممكن البرام ما يكونش متوفر في بيوت كتير، بس اي حاجة بلاستيك هتتوفر في كل بيت. اي طبق بلاستيك بقى، اي بولة بلاستيك كبيرة على يعني على قد كمية اللبن بتاعك او الحليب بتاعك. اول حاجة كده انا جبت المصفى العادية بتاعتنا، وحطيت فيها قطعة كده من قماش التل، بحيث ان انا اصفيه. لو في اي شوايب بقى او اي حاجة يعني نازلة كده من الحليب في اللبن بتاعنا. ممكن برضو تحطي، يعني لو عندك شاش او شاش من اللي هو بتاع الجروح ده، بيبقى برضو المسام بتاعته بتبقى ضيقة، يعني ممكن تحطيه في المصفى كده وتنزلي الحليب عليه، او اي شال او اي طرحة عندك تل قديمة، يعني مش بتلبسيها بس تكون نظيفة طبعا، تحطيها وتصفي الحليب فيها. شايفين طالع ما شاء الله مفيش اي حاجة خالص اهو، ما شاء الله. يعني انا بجيبه من عند حد موثوق فيه. تمام. احنا هنروب النهاردة 5 كيلو من الحليب. انا كده صفيتهم كويس جدا وحطيتهم في البولة دي، وهسيبهم كده على جنب بعيد طبعا عن الولاد. يعني الفيديو ده كان متصور بقاله فترة بصراحة، كان متصور في رمضان كمان. النهاردة كده الاتنين، كنا حوالي عن الساعة 9 بالليل. تمام. هسيبه بقى في مكان بعيد عن الولاد، ايديا ما بتروحش عليه. اهم حاجة ان هو يبقى في مكان ثابت، يعني ما بيتهزش. عاوزة تحطيه على الرخامة بعيد عن ايدك، تمام، مفيش اي مشكلة. بصوا، انا مش بغطيه بصينيه او بطبق او بحاجه، لا انا بغطيه بقماشه كده، بحيث ان الميه اللي تطلع منه، اللي هي اللي بتعرق منه دي، القماشه تطلع على القماشه تشربها. النهارده كده كنا يوم الجمعه. عاوزه اقول لكم كمان ان هو راب من قبليها بيوم، يعني كان رايب يوم الخميس. لما راب الخميس ببدأ اهزه كده، اعرف ان هو ما بيتحركش، باخده مثلا النهارده ابيته ليله في التلاجة. ليه؟ طيب هنبيته ليله في التلاجة علشان كميه القشطه دي كلها، شايفين طالعه كلها لوح واحد ازاي؟ يعني طالعه كلها قطعه واحده. القطعه الواحده ديت بتطلع معاكي، يعني القشطه بتاعته بتطلع معاكي قطعه واحده ازاي؟ لما يروب معاكي تبدأي تهزيه كده، تلاقيه متماسك، تشيليه تبيتيه ليلة في التلاجة. تاني يوم الصبح طبعا بتشيل القشطة بتاعته، وبنبدأ بقى في الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده اللي هي عاوزاكم تخلي بالكم دلوقتي من اللبن لما حطيته في الصينية عامل ازاي. تمام. هحطه بقى في صينية طبعا، هدخله الفرن على نار متوسطة. انا عاوزة اسويه، ما ينفعش. بصوا اللبن لما بيدخل الفرن عاوز نار متوسطة. طيب لو نار عالية
هتسوي معاكي اللبن وهتخليه يمسك في نفسه كده، يعني ايه، يبقى بيمط معاكي كده، مش هيبقى مستوي السوى، يعني هيبقى مستوي جامد. ولو نار هادية، النار الهادية مش هتسويه. بس انا هقول لكم ازاي تعرفوا ان كان هو يعني وصل لدرجة الحرارة المظبوطة ولا لا. اول حاجة كده هتبدأي تدفي يعني تسخني الفرن وتهدي النار، تظبطي النار وسط، وبعد كده تدخلي اللبن بتاعك في الصينية بتاعته وتحطيه في الفرن على الشبكة في الرف الوسطاني. كل دقيقتين كده تحطي ايدك فيه. طبعا هو بيبقى طالع من التلاجة، يعني بيبقى طالع من التلاجة فسائع. وقت ما تحطي ايدك فيه كده تشوفيه سخن ولا لسه ساقع، يعني لحد ما درجة الحرارة اللي ايدك تبقى مستحملاها، بس مش قوي. تمام، شايفين بقى لما طلع دلوقتي اهو، انا حطيت صباعي كده فيه، شايفين بقى الجبنة نزلت المية بتاعتها، او اللبن بتاعنا نزل المية بتاعته وفك من بعضه كده. تمام كده يبقى استوى معاكي. بعد كده بقى انا هنا معايا بطلعه اسيبه يهدى كده دقيقة او اتنين على الرخامة. ممكن كمان لو انت مش فاضية او وراكي حاجة ممكن تسيبيه مثلا من الصبح بالليل. بعد كده بقى بجيب الحصيرة بتاعتي دي، على فكرة هي مش غالية، ممكن تكون عاملة لها 30-40 جنيه يعني، بس تبقى عندك في البيت. او مش ما عندكيش حصيرة، ممكن كمان تكوني يعني اي مصفى كده بلاستيك تحطي فيها طرحة تل او شال اللي هو الابيض، او اي قماشة. انا كان عندي القماشة دي قماشة كده بيضة نظيفة، يعني هي زي قماشة الملاية كده بس خفيفة. تمام، بدأت كده افردها واظبط الطروف من الجهاد ومن الجهادي، واظبطها كده في الحصيرة بتاعتي. وكمان جبت حوالي عن معلقة كبيرة كده او معلقة ونص من الملح، وبدأت ارشها عليه، وابدأ بقى اللي هو اضغط من الجهة دي والجهة دي، اللي هو يعني المه الجهتين على بعض واضغط. طبعا انا حاطه بولة في الحوض علشان المية ما تنزلش في الحوض. تمام، اهو يا بنات، عاوزة اقول لكم ان في ناس بتاخد المية دي تعجن بيها عجين بتبقى ما شاء الله، يعني العجين بتاعها كده بيبقى تحفة بجد. فانت بقى لو عايزة تستنفعي بيها برضو ممكن تعمليها شرشة للجبنة بعد ما تنشف. آه، فببدأ بقى اضغط كده يعني بمسك بايديا الاتنين قصاد بعض كده، وببدأ اضغط على اللبن الرايب ده بحيث ان هو ينزل المية بتاعته. شايفين بقى كده انا علقته. اهم حاجة برضو الطرف ده والطرف ده، لو انت هتعملي في حصيرة تخلي بالك من الطروف دي، اللي هو طرف الحصيرة ده وطرف الحصيرة، تبقي لما القماشة في جنب، يعني حاولي اهو تظبطي كده القماشة بتاعتك بحيث ان قطعة الجبنة بتاعتك تبقى يعني ما تبقاش عاطية على رفع، او الطراطيف بتاعتها ما تبقاش رفيعة زيادة عن اللزوم عن الجبنة من جوه. تمام يا بنات، انا هسيبها كده بقى تنزل المية بتاعتها كده. حاطه هنا صينية على الحوض تنزل المية بتاعتها، وعلقتها كده اي حاجة علقيها عندك كده. اول مصفى اللي انت هتعملي فيها ممكن برضو تحطيها على الحوض وتسيبيها من بالليل لتاني يوم. كده بقى النهاردة احنا تاني يوم اهو، شايفين بقى نشفت خالص، نزلت كل كمية المية بتاعتها. طبعا هي متعلقة من بالليل. هبدأ بقى دلوقتي افتحها واشوفها معاكم عاملة ازاي. شايفين يا بنات اهو، شايفين الجبنة بتاعتنا طالعة عاملة ازاي؟ تحفة يا بنات بجد. حاجة نظيفة. كمان هنعرف سعر اللبن، وكمان عامل معانا قد ايه، ومطلعه معانا قد ايه، وموفره معانا قد ايه، ان كان قشطه او جبنه. تمام، ببدا كده الطراطيف اللي انا قلت لكم عليها دي ببدا اشيلها كده في طبق لوحدها. دي بقى ممكن اعمل بيها
يعني جبنة كريمي ممكن أعمل بيها، جبنة اللي هي جبنة سلطة بالخضار والزيت الزيتون والكمون، يعني حاجات كده خفيفة على الفطار. مش طبعًا مش هارميها يعني لأ، أكيد طبعًا مش هارميها. شايفين بقى قطعة الجبنة بتاعتي متماسكة، اللبن مستوي، طلّعت معايا أكبر كمية من الجبنة، ما شاء الله بجد. يعني آآ يعني شكلها كمان، شكلها وطعمها، نضافتها، كل حاجة هتفرق معاكِ، هتجرّبيها في البيت وهتشوفي الطريقة دي بإذن الله هتعجبِك. أهو يا بنات كده بقى بابدأ كده أشيل كل كمية الجبنة بتاعتي علشان هنوزنها دلوقتي وهنشوف كمية اللبن. 5 كيلو لبن طلّعت معانا قد إيه من الجبنة، وكمان هتطلّع معانا قد إيه من القشطة. طبعًا كده خلاص الميزان كده خلاص صفّرته أهو، جايب معايا يعني قولوا كيلو ونُص، يعني حُشوا ال50 جرام قصاد الطبق، قولوا كيلو ونُص من الجبنة. الجبنة الكيلو عامل 40 جنيه، 40 جنيه يعني حوالي عن 60 جنيه. أهو يا بنات أنا جايبة كيلو اللبن ب15 جنيه، يعني أهو 45 69 جنيه. كيلو الجبنة ب45 جنيه، يعني دول ب69 جنيه. طيب إحنا جايبين اللبن، جايبين ال5 كيلو لبن ب75 جنيه، تمام، أهو. طيب القشطة بتاعتنا هنحسبها، كيلو القشطة ب90 جنيه، طيب دي عاملة 67 جنيه. دي عاملة 700 جرام، قولوا 700 جرام عاملة 76 جنيه. يعني عندنا وفر كتير جدًا، جدًا، جدًا. حتى ممكن تعمليه مشروع وتبدئي بيه من بيتِك، نضافة وكمان يعني ما شاء الله الطعم، الشكل، ال 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 يعني يعني أمّا الواحدة بتعمل الحاجة كده في البيت ما شاء الله بتبقى نِفْسها حتى مفتوحة إن هي تاكل وتأكّل ولادها، وبالذات الحاجات اللي هي الألبان، الحاجات الغير موثوق فيها برّه. ما شاء الله زي ما قُلت لكم إحنا حسبنا الجبنة والقشطة، طلعنا طبعًا إن إحنا موفّرين كتير جدًا في الجبنة وفي القشطة. طبعًا القشطة دي بقى بعد كده تسيّحيها وتعمليها لبن. ما شاء الله يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك وكمان تشيروا الفيديو مع أصحابكم. لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش برضو تكتبوا لي كده كومنت تحت حلو زيكم يشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.